هنفترض مع بعض دلوقتي سيناريو كده لطيف ان انت بقيت سيستم ادمنستريتور ولسه متعين في شركة جديدة جدا، مسكت مكان سيستم ادمنستريتور قديم ودخلت لقيت الدنيا هايصة وكمية برامج كتيرة جدا متسطبة عند اليوزرز. ده مايكروسوفت بتحط اوبشنز وخلاص؟ لا، كل حاجة ليها ميزة وليها قصد. علشان كده مايكروسوفت بدأت ان هي مثلا تحطها في الاتنين. يا ريت يا جماعة تبدأوا تركزوا في الدروس دي، لان الدروس دي فعلا هتحتكوا بيها كتير جدا في اي شركة هتروحوها. فموضوع الجروب بوليسي ده من الاساسيات بتاعة الشغل. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن الجروب بوليسي واتكلمنا على مجموعة جديدة جدا من الاوبشنات واللي بتخليني اتحكم في حاجات كتيرة جدا في الدومين بتاعي وفي المستخدمين اللي جوين للدومين بتاعي. هنبدأ النهاردة نتكلم عن آخر محاضرة في الجروب بوليسي، وبإذن الله هيكون معانا هدية حلوة في آخر المحاضرة دي علشان نختم بيها الجروب بوليسي. خليك معانا. Don't you be afraid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معتز راجب وأنت على قناة هاكر ماستر سكول. هنبدأ النهاردة ناخد واحدة من الأوبشنات القوية جدا في الجروب بوليسي واللي بتخليني أقدر إن أنا أسطب البرامج على أجهزة المستخدمين. أي شركة دايما بتبقى محتاج إن أنت تسطب مجموعة برامج على نسخة الويندوز مثلا علشان تبدأ تخلي اليوزر يشتغل بيهم بعد ما تنزل نسخة الويندوز. بس طبعا مش هنقعد نمشي ورا كل يوزر ونبدأ ان احنا نسطب له البرامج بتاعته. قالك ان انت تقدر بالجروب بوليسي تعمل انستليشن للبروجرامز بتاعتك ريموتلي من خلال الجروب بوليسي. عايزين نبدأ نشوف الموضوع ده ازاي، لان الموضوع ده هيبدأ ان هو يسهل علينا تاسكات كتير. اول حاجة هنيجي مثلا على الجهاز بتاعنا، هنبدأ نعمل مثلا وليكن جروب بوليسي جديدة نسميها بروجرام انستليشن علشان نبدأ ان احنا نستخدمها معانا. بعد كده هنقف عليها وبنعمل edit. يا ريت يا جماعة تبدأوا تركزوا في الدروس دي، لان الدروس دي فعلا هتحتكوا بيها كتير جدا في اي شركة هتروحوها. فموضوع الجروب بوليسي ده من الاساسيات بتاعة الشغل في الويندوز سيرفر، وهي دي اللي هتبدأ ان هي تديلكم قوة في التحكم في المستخدمين اللي موجودين معاكم في الشبكة، وهتعمل لكم سكيور للسيرفرات والأنظمة بتاعتكم. طبعا عندنا زي ما احنا عارفين عندنا الكمبيوتر كونفيجريشن وعندنا اليوزر كونفيجريشن. قالك لما بتيجي تعمل انستليشن تقدر ان انت تطبقها على مستوى الكمبيوتر او على مستوى اليوزر. طيب ايه الفرق ان انا اطبقها على مستوى اليوزر ان انا اطبقها على مستوى الكمبيوتر؟ يعني لو شفنا هنا هنلاقي فيه هنا سوفت وير سيتنجز وهنا في سوفت وير سيتنجز. قال لك ان انت لو انت بدات ان انت تطبق الجروب بوليسي بتاعت الانستليشن، يعني سي مثلا انا عايز مثلا انزل نسخه مثلا جوجل كروم على كل الاجهزه بتاعت المستخدمين، فهبدا ان انا افتح الكمبيوتر كونفيجريشن وابدا ان انا اسطب الكونفيجريشن او اعمل الجروب بوليسي دي على الكمبيوتر كونفيجريشن. فاي جهاز معايا هيبقى جوين للدومين او تحت الاو اللي انا عملت عليها البوليسي دي هتبدا تطبق عليه، ويبدا اي حد يدخل على جهاز الكمبيوتر اللي متطبقه عليه ده هيبدا ان هو يلاقي البرنامج. طيب عندي اوبشن تاني اللي هو اليوزر كونفيجريشن. طيب امتى بستخدم ده وامتى بستخدم ده؟ قال لك ان احنا بنبدا ان احنا نعمل المفروض طالما هو مثلا برنامج عام يفضل ان انت تعمله على الكمبيوتر كونفيجريشن. ليه؟ لان اي يوزر هيبدا ان هو يدخل على الجهاز هيلاقي البرنامج اللي هو محتاجه، وده هيبقى من الديفولت مثلا. يعني مثلا برنامج الجوجل كروم ده من البرامج الديفولت على الاجهزه عشان الناس تقدر تدخل على الانترنت. لكن في برامج تانية انا عايز ان انا اعملها كاستمايز ليوزرز معينين بس هم اللي يقدروا ان هم يستخدموه. ففي الحالة دي هبدأ ان انا اطبقها على مستوى اليوزر علشان البرنامج يبدأ ماشي مع اليوزر يروح اي جهاز يقعد عليه يلاقي البرنامج بتاعه، واليوزرز التانيين ما يقدروش ان هم يستخدموا البرنامج ده طالما مش مصرح
ليهم. فده الحالتين اللي بقدر دايما يعني خليك دايما متعمق في اي حاجة بنتكلم فيها، او تفكر دايما بتعمق هو ليه خلاها هنا وخلاها هنا في الحتتين دول، علشان كل واحدة فيهم هتبدأ تديلك اوبشن جديد. يعني في ناس كتير جدا تقول لك ايه ده مايكروسوفت بتحط اوبشنز وخلاص، لا، كل حاجة ليها ميزة وليها قصد، علشان كده مايكروسوفت بدأت انها مثلا تحطها في الاتنين. وبرضه زي يمكن ما قلنا في الاول خالص ان في بعض الاوبشنات مش متاحه غير على الكمبيوترز بس، وفي بعض الاوبشنات مش متاحه غير على اليوزرز بس. لكن انت لازم تبقى فاهم موضوع ان طالما الاوبشن موجود في الحتتين فكل واحده هيكون ليها استخدام مختلف عن التاني. في الحلقه بتاعتنا النهارده باذن الله هنبدا نطبق البوليسي دي على اللي هو السوفت وير انستليشن. فالموضوع سهل جدا وبسيط. كل اللي انت بتبدأ تعمله انت بتبقى واقف جوه السوفت وير انستليشن وبتبدأ تقول له نيو باكج. لو لاحظنا هنا هنبص هتلاقيه طالب فايل نيم ويكون الامتداد بتاعه ويندوز انستولر باكج او مايكروسوفت اللي هو انستولر زي ما احنا شايفين اللي هو ده. فلازم يكون البرنامج اللي انا عايز اسطبه يكون الامتداد بتاعه .msi. والله يا معتز، طب ما كل البرامج .exe انا هجيب MSI ده منين؟ هقول لك موضوع MSI دلوقتي كل الشركات حاليا بتبدا ان هي لما بتيجي تعمل EXE بتبدا تعمل نسخه اللي هي MSI. طب ما في شركات يا معتز برضه ما بتعملش موضوع MSI ده. هقول لك سهله، في طريقه تانية ان انت في برنامج بتبدا ان انت تنزله وبيبدا يعمل لك كونفيرت للEXI .msi، والموضوع ده انا عملته في كذا برنامج ما لقيتش MSI بتاعه، فرحت ننزل البرنامج وبدات ان انا اكونفيرت من EXE .msi. فدي النقطة اللي لازم تكون عارفها. ومبدئيا برضو علشان يعني تكون في الصورة، معظم الشركات ما بتفوتش الحتة بتاعت MSI دي طالما هي شركة كبيرة. مثلا يعني انت لو دخلت على جوجل كتبت مثلا جوجل كروم .msi هتبص هتلاقيه جاب لك البرنامج على طول. وادي برضو علشان برضو نكون شايفين هوريها لكم عملي. ادي اهو، لو انا عملت باك كده اهو شايفين هيجي هنا، واخدين بالكم MSI باكج كروم، وهبدأ ان انا اسيرش عليها اهو. اول حاجة بيبدأ يجيبها لك اهو بمجرد ما بتقول له داونلود. لو جيت هنا في البندل هتلاقي .msi بتختارها وبتعمل اكسبت اللي هي داونلود، فبتبدأ تنزل معاك النسخة .msi. فلازم تكون الحتة دي في دماغك علشان تعرف الدنيا ماشية ازاي. فهنروح للنسخة بتاعتنا اهي. احنا كده حاطين .msi دي على الديسكتوب، شايفين بمجرد ما احنا نقلناها .msi بدأت تظهر معانا، لكن لو في .exe مش هيظهر اصلا في الشاشة دي. طيب مبدئيا برضو علشان نختار الحاجة دي لازم نكون حاطين البرنامج ده في فولدر شير. هو مش البرنامج ده المفروض كل الناس هتبدأ ان هي تاخد منه التسطيب بتاعها والانستليشن بتاعها؟ ايوه، يبقى اذا لازم تكون البرنامج ده في فولدر ومعمول له شير. طيب هنروح كده على ناخد البرنامج بتاعنا اهو كت، نعمل نيو فولدر ونسميه كروم، كنترول وفي، ونبدأ بعد كده بقى نعمل ايه شير للفولدر بتاعنا. security اهو authenticated user sharing advanced share، ادي شير للفولدر ده، وحتى ريد واحدة بس، يعني حتى لو عملت ريد ليه عادي جدا. authenticated user وهتقول له اوكي.
وادي الامتداد بتاعه هو كوبي كلوز. كده احنا عندنا البرنامج وموجود جوه الفولدر ده، والفولدر ده متشير. دي كده الريكوايرمنتس بتاعت الدوت ام اس اي ديبلويمنت. طبعا علشان برضو نبقى في الصورة، في برامج دلوقتي كتيرة جدا بتبدأ ان هي تعمل موضوع الويندوز ديبلويمنت ده. وطبعا مايكروسوفت اصلا منزله حاجه كده برضو قويه هنتكلم عنها فيما بعد، بتبدا ان هي برضو تبدا تسطب لك كل البرامج اللي انت عايزها دفعه واحده. بس مش هنبدا ان احنا نتطرق ليها دلوقتي، وهنشوف بس الدنيا ماشيه ازاي بالنسبه لموضوع الديبلويمنت ده. وباذن الله لما نوصل للحته دي في الكورس هنبدا برضو نشرحها بالتفصيل. هنرجع تاني على الجروب بوليسي بتاعتنا اللي احنا عاملينها هنا. طيب انا دلوقتي عايز ابدا ان انا اضيف السوفت وير بتاعي. هنعمل نيو وباكج. تمام، احنا المفروض واخدين الامتداد اهو. بدأ يظهر عندي شوية خيارات. اول خيار فيهم اللي هو الببلشد. ببلشد ده يعني ايه؟ هبدأ ان انا هنشر البرنامج ده لكل المستخدمين. واخدين بالكم انا بقول لكل المستخدمين مش لكل الكمبيوترات. والمستخدم اللي عايز ان هو يبدأ يسطبه. الله، يعني انت كده معتز بتدي برميشن او بتدي تصريح لليوزر ان هو يختار ان هو يسطب البرنامج او لا؟ نقدر ان احنا نعمل له الموضوع ده، بس في الحالة دي مش هتكون من خلال الكمبيوتر، المفروض هتبقى من خلال اليوزر كونفيجريشن. من هنا المفروض احنا هو على بوليسي اهو سوفت وير، لو عملنا نيو باكج واخترناه هتبدأ تفتح معايا موضوع الببلشد. يبقى ببلشد لو انا عايز ابدأ ان انا اديها لليوزر ويبدأ ان اليوزر هو اللي يسطبها. وهنوري لكم دلوقتي ازاي نسطب، ازاي نخلي البرامج مثلا ببلشد واليوزر يقدر ان هو يسطبها، بالرغم من ان هو يوزر عادي. لكن مفيش مشكلة، عايز تسطب البرنامج سطبه مفيش مشكلة، انت بتديله الخيار ان هو يكون متاح بالنسبة له. طيب تعالوا كده يلا نجرب. هنقول له ببلشد عادي جدا اهو ظهر معانا الجوجل كروم والفيرجن بتاعه وكل حاجة باينة، وادي المسار بتاعه. طيب خلينا يلا نروح نجرب كده عند اليوزر. فتح معانا الجهاز اهو، هندخل له الباسورد. طيب فتح معانا هو الجهاز. تعالوا كده نروح للكنترول بانل، هنروح عند add and remove programs. واخدين بالكم هنا عندي الانستولينج بروجرام فروم نتورك، ودي طبعا علشان الجهاز جوين دومين فبتبدأ تظهر معانا الخاصية دي. وادي الجوجل كروم ظهر معانا، واقدر ان انا اعمل له انستولينج عادي جدا، مع ان ده يوزر عادي جدا. لكن انت بتديله البرنامج وكمان بتديله تصريح ان هو يقدر يسطبه بشكل مباشر. نعمل كنسل كده برضو علشان خلينا نجرب الطريقة التانية. فلو رجعنا تاني كده على الجهاز، وهنبدأ ان احنا لو دخلنا هنا على كمبيوتر كونفيجريشن وسوفت وير انستليشن، ومبدئيا على فكرة يعني برضو هتلاقي معظم البرامج اللي انت بتسطبها من خلال السوفت وير انستليشن بتاع الكمبيوتر كونفيجريشن. طبعا لو عملنا كده نيو وباكج وجينا خليناها assign زي ما هي كده وقلنا له اوكي، هيبدأ يضيفها لنا برضو هنا في الحتة دي. طبعا هي ساعات برضو بتطول شوية علشان برضو نبقى عارفين، يعني بتقعد مثلا شوية كده مثلا في حدود مثلا 40 ثانية ولا حاجة، وبعد كده بتبدأ تظهر علشان لما تعملها ما تبقاش يعني ايه مستعجل وتبقى تقول ده في مشكلة عندي في الجهاز. لا، هي بتاخد فترة كده علشان تبدأ تظهر بالشكل ده. فبمجرد ما انت كده خلاص عملت الموضوع ده بتبدأ تعمل جي بي ابديت على الجهاز عادي جدا. جي بي ابديت مسافة فورس
وبتروح هنا بتبدأ ان انت طالما عملت لها على الكمبيوتر يبقى لازم تعمل ايه، نبدأ نعمل ريستارت. عايزين نوقف البوليسي اللي هي منعانا دي ان احنا نعمل ريستارت او نعمل اي حاجة، مش دلوقتي. تيرن اوف وادي ريستارت. هنبدأ نفتح كده الجهاز بالمكنة بتاعتنا. فلو دخلت هلاقي الجوجل كروم هيبدأ ان هو يتسطب عندي بكل سهولة بالشكل ده كده. فدي موضوع الايه الانستليشن بتاع البوليسز. طيب ادي هنا عندنا هو برضو لو جينا هنا وقفنا وقلنا بروبرتيز علشان برضو نشوف ايه الدنيا. هنا مديلك معلومات طبعا عن اللانجوج بتاع البرنامج ده والفيرجن بتاعه والحاجات دي. هنا ديبلويمنت تقدر طبعا هنا علشان طبعا ده احنا عاملينه على كمبيوتر، فزي ما قلنا ببلش بتبقى اختفاء لان ببلش دي معموله لليوزر بس. وطبعا تقدر ان انت تعمل uninstall this application when it falls out of the scope of management. ودي حته في السكيورتي يا جماعه، لان في بعض المؤسسات بتبقى عامله زي ما بيقولوا كده سكيورتي على الاجهزه، عشان لو مثلا كان في برنامج متسطب على اللابتوب واللابتوب طلع بره الشبكه محدش يقدر ان هو يستخدمه عشان ياكسس برنامج مثلا برنامج معين تابع للشركه نفسها. فالحته دي كحته سكيورنج ليك. وطبعا هنا install this application at login، يعني كل ما يجي يعمل لوجن لو هو مش مسطب ابدأ ان انت سطبها. وطبعا في مجموعة كبيرة جدا من الاوبشنات اللي انت تقدر ان انت تتحكم فيها زي اللغات والحاجات دي. هنا الابديتس لو انت عايز تبدأ تعمل ابديتس للباكج والحاجات دي. الكاتيجوريز تقدر ان انت تعمل زي كاتيجوريز للتصنيفات او زي ما بيقولوا كده ايه، هي مش هتظهر هنا معانا كويس علشان الكاتيجوريز دي تبع للببلش دي. يعني احنا لو جينا هنا خلينا نبدأ نبص كده على الاوبشن بتاع دي كده علشان تظهر معانا كل حاجة. ادي الديبلويمنت اهي ظهرت، ممكن احولها برضو لاسايند عادي جدا. وهنا لو ببلش ده هو بقول له uninstall this application when it fall out the scope زي ما احنا كنا لسه، to install this application by file extension activation. وهنا اقدر ان انا اخليه ما يظهرش اهو الباكج دي في الاد وريموف بروجرام. طبعا في اوبشنات كتيره جدا اهي برضو نفس الموضوع بتاعت الاجنور بتاع اللغه. اما بالنسبه لموضوع الابديتس اقدر ان انا هنا اضيف اي ابديتس. السكيورتي اقدر ان انا اعدل في السكيورتي علشان ابدا ان انا اعمل لها كاستمايزيشن لجروبز معين مثلا. طبعا في اوبشنات كتيره جدا وحاجات كتيره جدا اقدر ان انا اخليها شغاله. لو جينا هنا عملنا بروبرتيز اهو بيجيب لي نفس المعلومات اللي كانت موجوده على الجهاز التاني. وهنا طبعا علشان ده يوزر ففتح لي الببلشت، اقدر اغير من ببلشت لاساين زي ما احنا شايفين. ودي نفس الاوبشن ان هي اقدر ان انا برضو اخليها تختفي من اد وريموف بروجرامز. وهنا لو البرنامج ده او الباكج دي لها ابديت هتبدا احط لها مثلا امتداد او الحاجه عشان تبدا تعمل الابديتس بتاعها. كاتيجوريز لو انا عايز اعمل كاتيجوريز للبرامج دي. وسكيورتي لو انا عايز ابدا ان انا اغير في اعدادات السكيورتي بتاعه اللي هي خاصه بالشير بتاع الباكج دي. واخر حاجه معانا لو احنا حابين ان احنا نبدا نريموف الباكج دي، هاجي هنا بكل سهوله واقول له ريموف. هيبدا يدي لك خيارين، بيقول لك allow user to continue use، هتخلي اليوزر يبدا يستخدم البرامج اللي هي اتسطبت من هنا دي، ولا اعمل لي uninstall كمان من عند اليوزر. يعني انا دلوقتي لو اخترت الاختيار ده ورحت عملت اوكي هيروح جاي على الاجهزه كلها اللي اتسطبت عليها الجوجل كروم ويروح شايلها منها. لكن لو خليته ده هيفضل مخلي الباكج دي متسطبه على الأجهزة اللي هي موجودة عند المستخدمين. ده كده ملخص بسيط لحتة السوفت وير انستليشن أو الديبلويمنت من خلال الجروب بوليسي. تعالوا يلا نكمل الجزء الثاني من المحاضرة بتاعتنا. هنفترض مع بعض دلوقتي سيناريو كده لطيف، ان انت بقيت سيستم ادمنستريتور ولسه متعين في شركة جديدة جدا، مسكت مكان سيستم ادمنستريتور قديم ودخلت لقيت الدنيا هايصة وكمية برامج كتيرة جدا متسطبة عند اليوزرز، واليوزرز بيستخدموها استخدام سيء.
ففي الحالة دي انت المفروض تعمل ايه؟ كسيستم ادمنستريتور المفروض تبدأ تحجم الموضوع ده، وده في الغالب هتلاقيه في شركات كتيرة جدا. اول ما هتروح للشركة حاول تبدأ تبص كده تشوف ايه البرامج اللي موجودة عند اليوزرز، وكل ما هتخفف البرامج من على الأجهزة كل ما الأجهزة تبقى الحالة بتاعتها كويسة، وكل ما المشاكل هتبدأ ان هي تقل. فعلشان كده اتعملت في الجروب بوليسي حاجة اسمها اللي هي السوفت وير ريستريكشن. وعلشان نبدأ ان احنا ندخل عليها بنروح على ويندوز سيتنجز، بنروح على السكيورتي سيتنجز، بنبدأ ان احنا نكبر دي شوية كده علشان تبدأ تظهر معانا السوفت وير ريستريكشن بوليسيز. فلو جينا هنا على السوفت وير ريستريكشن وعملنا نيو سوفت وير ريستريكشن بوليسيز، هنا هنبص هنلاقي فيه عندنا مجموعة من البوليسي. عندنا السكيورتي ليفل وعندنا الاديشنال رولز. طيب مبدئيا السكيورتي ليفلز دي هنلاقي جواها في مجموعة من البوليسي متكريتة. اول واحده دي ديس الاود، دي بتخلي السوفت وير نوت ران، يعني لو انت دخلت سوفت وير معين او حددت سوفت وير معين اليوزر مش هيقدر ان هو يشتغل عليه. حتى لو كان من حق اليوزر ان هو يشتغل عليه هتخليه ان هو مش من حقه ان هو يقدر يدخل عليه، او تقدر ان انت تمنعه. بيزك يوزر دي بتخلي البرامج اللي هي ليه البيزك يوزر ليه عليه اكسس بتقدر ان هو يدخل عليها، زي ايه مثلا؟ زي الآلة الحاسبة مثلا الكالكوليتور، بيقدر اليوزر عادي جدا ان هو يفتحها. لكن انا فلنفرض دلوقتي عايز امنع اليوزر ان هو يستخدم الكالكوليتور بتاعه الويندوز، فاقدر ان انا امنعه. طبعا unrestricted دي ببدا ان انا اديله بيرميشن او بديله تصريح ان هو يقدر يفتح الحاجه دي. طيب خلونا نيجي هنا كده ونبدا نقف هنا ونعمل نيو باث رول. هنا المفروض ان احنا بنحدد المسار اللي فيه البرنامج اللي احنا عايزين نوقفه، وليكن مثلا زي الآلة الحاسبة او ممكن حتى برنامج من اللي شغال حاليا مثلا زي الجوجل كروم. فبتبدأ ان انت تجيب المسار بتاعه، يعني سي مثلا هنروح مثلا على المستخدم اللي هو الويندوز 10. هنا مثلا عندنا الجوجل كروم اهو، المفروض ان انا هقول له بروبرتيز هنا كده، وادي المسار بتاعه اهو. هبدأ ان انا اخده كوبي وابدأ ان انا احطه هنا بالشكل ده. تمام. فهبدأ بعد كده اقول له هنا ابلاي، وطبعا هديله ديس الاود علشان يخليه يمنعه ان هو يتنفس. طبعا طالما طبقنا حاجة زي كده هنبدأ ان احنا المفروض نعملها ايه؟ نبدأ ان احنا نعمل جيب ابديت هنا، ونروح على الويندوز 10. طبعا طالما عملنا الاعدادات على المستخدم اللي هو اليوزر كونفيجريشن الكمبيوتر كونفيجريشن، لازم نبدأ نديله ريستارت علشان يبدأ يسمع معانا. هنعمل ريستارت كده. لو جينا نفتح البرنامج كده واخدين بالكم قالك this app has been blocked by your system administrator، يبقى انا كده قدرت ان انا امنع اليوزر ان هو يدخل على ابلكيشن او برنامج معين عندي. فطبعا المواضيع دي هتسهل عليك حاجات كتيرة جدا، وهتخليك تتحكم زي ما قلنا قبل كده في اليوزر وفي النظام بتاعك بشكل كبير جدا. ده كده كان موضوع الجروب بوليسي. اخدنا كده، تعالوا مع بعض كده نتفرج على الجروب بوليسي كده من الاول. فتحنا الجروب بوليسي، عرفنا ان في ديفولت دومين كنترولر بوليسي والدومين بوليسي، وعرفنا ان دي خاصة بجهاز الدومين كنترولر بس، لكن دي خاصة بالبوليسي عامة بتاعة الدومين كله. عرفنا طبعا ان احنا بنكريت اللي هي الايو، وعلشان نبدأ ان احنا نعمل عليها الجروب بوليسي بنبدأ ان احنا نكريت الجروب بوليسي، او لو هي موجودة متكريتة عندنا في الجروب بوليسي اوبجكت بنبدأ نعمل لها لينك. يعني هي لو موجودة بنقدر ان احنا مثلا عملنا جروب بوليسي عايزين نطبقها لاكتر من ايو، بقف على الايو ببدأ ان انا اقول له لينك existing جروب بوليسي علشان تبدأ ان هي تسمع.
طبعا عرفنا ان في انواع كتيرة جدا من البوليسي، وطبعا دخلنا على ايديت وعرفنا ان في الجروب بوليسي اللي تقدر تطبق على الكمبيوتر. يعني اقدر اطبق الجروب بوليسي على مستوى الكمبيوتر او على مستوى اليوزرز. فتحنا الفولدرات دي كده، الاوبشنز دي كلها دي، ويمكن اتكلمنا عن الحاجات دي كلها بالتفصيل. طبعا مش بالتفصيل الممل قوي يعني، بس هو احنا بدأنا ناخد يعني اكتر حاجات منتشرة. اتكلمنا يمكن على السوفت وير سيتنجز، وعرفنا ازاي نقدر ان احنا نعمل انستولينج للبروجرامز على اجهزة المستخدمين من خلال اللي هي السوفت وير انستليشن دي. واتكلمنا برضو عن موضوع السكريبتس والسكيورتي في الحاجات دي، وقلنا فيه شوية حاجات هنا هنرجع لهم لما ناخد حاجات متعلقة بيهم بعد كده. واتكلمنا برضو على الادمنستريتيف تمبلتس، واخدنا الحاجات دي كلها، وعرفنا الاول سيتنجز علشان اقدر ان انا ادور جواهم كلهم، وازاي اقدر ان انا اعمل فلتر. وهنا البريفرنسز عرفنا ايه الفايدة بتاعتها وايه الحاجات اللي بدأت تتاح لنا بدل ما استخدم السكريبتس. بدأت ان هي تغني عن موضوع السكريبتس دي وتدي حاجات جو انترفيسز كتيرة جدا بتبدأ تساعدنا من خلال الايه، من خلال الجيوي انترفيس. ونفس الحاجات اللي او معظم الحاجات اللي هي موجودة في الكمبيوتر برضو كانت موجودة معانا هنا في اليوزر كونفيجريشن. طبعا في خبايا كتير جدا في الجروب بوليسي، لكن انت لما هتبقى ايدك في الجروب بوليسي وايدك هتبقى فيها على طول، وتبدأ ان انت تشتغل فيها فترة كبيرة جدا وتبقى مسؤول عنها، هتبدأ تكتشف خبايا اكتر. لان الجروب بوليسي فعلا حاجة مليانة بشكل كبير جدا، وما نقدرش ان احنا نلمها في اي كورس، ومفيش اي حد يقدر ان هو يلمها في كورس واحد. هو بيدي لك الاساسيات، وانت بعد كده بتبدأ تستكشف مع نفسك. بنوري لك اهم الجروب بوليسي اللي موجودة فيها واللي تقدر تطبقها، وانت بعد كده لو محتاج حاجة تقدر ان انت تشتغل عليها، سواء ان انت تقدر بقى تعمل سكريبت او تستخدم جروب بوليسي من اللي موجودة، او تبدأ تقاد تمبلتس زي ما اتكلمنا قبل كده، وعرفنا ازاي نقدر ان احنا نقاد تمبلت بتاعت برامج معينة علشان نقدر نستخدم الجروب بوليسي بتاعتها في ان احنا نكنترول البرامج دي على اجهزة المستخدمين. طيب نيجي لاخر حتة معانا، اللي هي اعادة تعيين الاعدادات الخاصة بالجروب بوليسي للوضع الافتراضي. هفترض دلوقتي انا دخلت وعملت شوية حاجات كتيرة جدا، وعايز ابدأ ارجع الاعدادات بتاعة الجروب بوليسي للوضع الافتراضي بتاعها. ببدأ ان انا افتح الكوماند لاين بالصلاحيات بتاعة الادمنستريتور، يعني بقف عليه واقول له اوبن از ادمنستريتور، وببدأ اطبق عليه الامر اللي هو بتاع الدي سي جروب بوليسي فيكس ده تارجت، وادي له دومين. ده الامر ده هيبدأ ان هو يرجع الديفولت دومين بوليسي والديفولت دومين كنترول بوليسي للاعدادات الاصلية بتاعتها. طيب لو انا دلوقتي عايز ابدأ اشوف البوليسيز اللي متطبقة، هبدأ اقول له جي بي ريزلت على ار، هيبدأ ان هو يدي لي ريبورت عن الحاجات اللي متطبقة. وطبعا اتكلمنا عن الحتة دي برضو في الجيو انترفيس قبل كده. طيب لو عايزين بقى نبدأ نحذف كل الجروب بوليسيز المتطبقة على مستوى الدومين تماما، هنبدأ نديله امر اللي هو الجيت جروب بوليسي اول ريموف جروب بوليسي. الامر ده بالظبط كده بناخده بنبدأ ان احنا نطبقه، لكن الامر ده خلي بالك بيدي لك تحذير ان هو هيبدأ يحذف جميع الجروب بوليسي على مستوى الدومين. علشان كده لازم تتأكد من ان انت عندك نسخة احتياطية في الاول. نوصل لأهم جزئية معانا في الجروب بوليسي وآخر حتة في الدرس بتاعنا، ألا وهي الهدية. مبدئيا معظم الشركات بتبدأ ان هي تحاول ان هي تمنع الفيروسات ان هي تتسلل للأجهزة بتاعتها. وطبعا أغلب الفيروسات وأغلب الحاجات دي ممكن تيجي من الويب سايتس المختلفة، فاليوزر بيبدأ يدخل على الويب سايتس المختلفة ويبدأ ان هو ينزل اي برامج او اي حاجة من غير اي وعي او اهمية. هو بالنسبة له عايز يرفع عن نفسه مثلا في حاجة وقت معين، فبيدخل المواقع المختلفة ويبدأ يدوس على اي لينكات. طيب انا المفروض لو انا مانع ببوليسي معينة ان اي حد يدخل على المواقع غير المواقع اللي هي بتاعت الشغل، اقدر ان انا اعمل حركة ذكية جدا.
طبعا الحركة دي اقدر ان انا لو عندي فاير وول اقدر ان انا امنعها من الاول، وهناخد باذن الله في الكورس التمهيدي الخامس ازاي اقدر اتحكم في البراوزر والويب سايتس اللي هي المختلفة بموضوع الفاير وول. لكن هفترض ان انت دلوقتي مالكش اكسس على الفاير وول وعايز تبدأ تمونيتور اليوزرز بيعملوا ايه. تقدر من خلال الجوجل تمبلتس اللي احنا كنا نزلناها قبل كده، في ان انت تبدأ ان انت تعمل تحويل لكل الويب سايت اللي اليوزرز بيدخل عليها بشكل يومي، وتبدأ ان انت تعمل لها فلتريشن علشان تعرف هو اليوزر ده ايه المواقع اللي بيبدأ ان هو يدخل عليها، وهل بينتهك سياسة الشركة ولا لا. بس يفترض ان انت قبل ما تعمل حركة زي كده ان انت تكون منزل بوليسي ان محدش يدخل على المواقع غير المواقع الرسمية للشركة او مواقع الشغل، ويكون انت برضو مصرح ليك ان انت تبدأ تدخل على المواقع دي، علشان انت بعد كده لما تيجي تلاقي في يوزر داخل على مواقع غلط وما يصحش ان هو يدخل عليها مثلا وفيها مشاكل، تقدر ان انت تعاقبه بكل سهولة وما يدينكش ان انت بتتجسس عليه. فطبعا باستخدام اللي هي التمبلتس دي وباستخدام شوية السكريبتات اللي احنا اخدناهم هنقدر ان احنا نعمل حاجة بتبدأ ان هي كل يوم مثلا تاخد كل المواقع اللي اليوزرز دخلوا عليها وتبدأ تجيبها لنا، وتقدر كمان تعمل لنا فلتريشن ليها بشكل معين بحيث ان انا اقدر اشوف مين اليوزرز النهاردة اللي دخلوا وانتهكوا السياسات بتاعة الشركة اللي انت حاططها كسيستم ادمنستريتور. طبعا الموضوع ده بيبقى ضربة قوية جدا لكل اليوزر المهملين، لان يعني انت بمعنى صح بتبدأ ان انت تكشفهم، لان هو اسهل حاجة عنده ان هو بيقدر يكلير الهيستوري بتاع الداتا بتاعته، او بيعمل اي حركة من الحركات بحيث ان هو يخفي او يعمل اخفاء للمواقع اللي هو دخلها او زارها. طبعا دي الفكرة دي عايزكم ان انتوا تحاولوا ان انتوا تنفذوها، ولو عايزين نبدأ ان احنا نعملها ابدأوا قولوا لي في الكومنتس على ان انتوا محتاجين ان احنا نعملها، وممكن ابقى انزل شورت كده ليها في حدود دقيقة ابدأ اوري لكم هي ممكن تبدأ تتعمل ازاي. الموضوع ده يا جماعة هيديلكم برستيج جامد جدا جدا في الشركة، ان انت تبقى بتكنترول بالذات الويب سايتس، لان الويب سايتس هو النافذة اللي اليوزرز كلهم بيهربوا منها من الشغل علشان يطلعوا بره ياخدوا يعني بمعنى صح او يتنفسوا او ياخدوا راحتهم فيها. بس طالما هي مشروعة اوكي سيبها لهم، لو مش مشروعة او هم بيستخدموها استخدام خاطئ لازم تبدأ تحاسبهم، لازم تبدأ تكون صارم شوية في الشبكة بتاعتك علشان اي مشكلة انت اللي هتتحملها مش اليوزر. طبعا زي ما انتم شايفين جوجل كروم بسم الله ما شاء الله عامله لنا كمية اوبشنز انت ممكن تبهدل الدنيا بيها، فعليا ممكن تقدر ان انت تبهدل الدنيا بيها. فالموضوع ده يا ريت تبدأ تركز عليه وتحاول ان انت تعمله كتست ليك وتبدأ تشوف هتقدر تعملها ولا لا. وزي ما قلت لكم لو مش عارفين توصلوا لها قولوا لي بإذن الله في الكومنتس، وانا باذن الله نبدا ننزل لكم زي شورت ليها كده نبدا نوري لكم هي بتتعمل ازاي. لو عجبتك الفكره دي او عجبتك الحلقه ادينا اللايك الجميل بتاعك، وما تنساناش من صالح دعاكم. اشوفكم باذن الله في درس جديد الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.